كان ليا اخت، هي كانت اقرب واحده ليا، كنت بحبها جدا، وكان كل سرنا مع بعض وقعدتنا مع بعض. اتجوزت وبقت ليها حياتها المستقله وبقت عندها ولاد، وولادها كانوا قريبين ليا جدا وبيحبوني. لكن بقى يشاء القدر ان اختي دي تتوفى، ربنا يرحمها برحمته. طبعا انا اتأثرت بموت اختي دي جدا، وخصوصا ان هي كانت قريبة جدا ليا، وولادها كمان كانوا قريبين ليا جدا. بعد فترة من وفاتها اتفاجئت ان لقيت جوزها جه علشان خاطر ان هو يرتبط بيا، وعرض عليا فعلا الجواز. طبعا انا قعدت، كنت نفسيتي تعبانة جدا وكنتش عارفة اعمل ايه. المهم ان انا قلت له اديني فرصة ان انا افكر، وفعلا فكرت وقلت خلاص ان انا ممكن ان انا ارتبط بيه. وطبعا السبب الرئيسي هم ولاد اختي، قلت ان انا ابقى معاهم وان هم يبقوا برضو مع ابوهم، ووافقت فعلا. المشكلة بقى ان كانت اختي متجوزة في بيت عيلة، وكانت ام جوزها دي كان صعبة جدا، وكانت على طول ايديها بايدين اختي، بتخليها تعمل لها كل حاجة في البيت. وانا كنت تملي اتضايق من حاجة زي كده، وكنت تملي اقول لها واقول لها انتي مش شغالة خدامة في البيت، المفروض ان انتي ما تعمليش كده. بس هي دي كان طبع اختي. الحمد لله، ربنا يرحمها برحمته. المهم ان انا دلوقتي اتجوزت جوز اختي، بس كان شرطي الوحيد ان انا ما اقعدش في نفس الشقة اللي كانت اختي عايشة فيها، علشان خاطر ان انا ما افتكرهاش، لان دي برضو شقتها ونفسيتي هتتعب من حاجة زي كده. وهو وافق بصراحة، هو ما قاليش حاجة، ورحنا وخدنا شقة يعني قريبة من مامته برضو، وقعدت فيها وبقيت اربي العيال، وعلى طول ايدي بايده، والحمد لله على كل شيء. المشكلة دلوقتي في مامته مش سايبانا في حالنا خالص. من وقت للتاني على طول ان هي بتكلمنا في التليفون، وعايزة على طول باستمرار ان احنا نروح عندها وتعزمنا هناك. بس المشكلة بقى وان انا فاهماها كويس جدا وفاهمة طبعها كويس جدا، زي ما كانت بتتعامل مع اختي عايزاني انا تتعامل معايا بنفس الطريقة. لقيتها في يوم من الايام بتكلمنا وبتقول انا عامله لكم عزومة كبيرة، بس عايزاكي ان انتي تيجي من بدري. قلت لها خلاص ماشي، هجيب الولاد وهنيجي ان شاء الله. طبعا اتفاجئت ان احنا لما رحنا انا وجوزي علشان خاطر العزومة دي، لقيتها، تخيلوا ان هي ما عملتش اصلا اي حاجة، ولقيتها محضرة كل الاكل ومحضرة كل حاجة، وبتقول لي كل الاكل عندك في التلاجة، يلا قومي علشان خاطر ان انتي تعملي الاكل وتطبخي وتعملي وتوضبي وكل حاجة. قلت لها ازاي يعني؟ انا المفروض ان انا جاية ضيفة، مش جاية ان انا اعمل. قالت لي ايه المشكلة يعني ان انتي تعملي؟ طب ما هي اختك كانت بتعمل. طبعا انا زعلت ومشيت وسبت البيت عندها، وقلت لها انا مش خدامه طبعا. اتفاجئت بقى بجوزي، لقيته انفعل عليا وقال لي انت ازاي تكلمي امي بالطريقه دي، وشدنا مع بعض لدرجه ان هو مد ايده عليا، وسبت البيت ومشيت.